السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم العيال، ومعاكم حكايات أم العيال، القناة اللي دايما بتحكي لكم أجمل وأصدق الحكايات الواقعية اللي بتلمس قلوبنا. لو أول مرة تزورونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان ما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني من أي بلد، اكتبوا لي كومنت حلو منكم تكبروا بيه القناة وتشجعوني بيه. وكمان ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. انا عايزاكم تكتبوا لي كومنت حلو كده عشان نرفع القناه. يلا بينا نبدا قصتنا النهارده ونشوف هيقول ايه. قصتنا النهارده عن اول يوم مدرسه. اول يوم مدرسه ده بيبقى كل الامهات وكل البيوت تحس ان هي فرحة مختلفة، والاطفال وكمان خوف، فرحة ومعاها خوف. تعالوا كمان نبدأ ونشوف حكايتنا هتقول ايه. بس قبل ما نبدأ، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعلها سنة سعيدة على ولادنا يا رب. كلنا نقول امين. في الليلة اللي قبل الليلة اللي هما هيروح فيها المدرسة، بيت أم محمد قاعدة تلف الكشاكيل بورق بني وتكتب اسم ابنها على كل كراسة بخط صغير مرتب، وتحط اسمه كأنها بتكتب شهادة ميلاد جديدة. بيت أم ياسمين وبنتها قاعدة تبص للشنطة الجديدة وتقول ماما، هو أنا هعمل صحاب بكرة؟ الأم تحضنها وترد إن شاء الله، وهتلاقي اللي يحبك زي ما أنا بحبك. في بيت تاني أم محمود، الأب قاعد يقول الولد لسه صغير، مش كنا نستنى سنة؟ والأم تقول لأ، العمر بيجري وكل سنة في التعليم بتفرق. كل بيت بيتحرك وأصوات معالق، وغلاية الشاي بتصفر، وريحة العيش طازة من الفرن. فجر اليوم اللي هيروحوا فيه، كل الناس بتصحى بأذان الفجر وتصلي وبتدعي لولادها وتقول يا رب احفظ أولادنا وخليهم نور لبيوتنا. يا رب احفظ أولادنا وخليهم نور لبيوتنا. يا رب احفظ أولادنا وخليهم نور لبيوتنا. يا جماعة القصة دي فعلا فعلا جوه بيوت كتير، كل الناس وكل أم بتعيشها لحظة صعبة حقيقي، لحظة بداية جديدة لعمر جديد، وكمان لحظة لعمر بيفرق في عمر الطفل، في يوم بيفرق في عمر الطفل. كل قايمة من الفجر تشوف لولادها تعمل لهم ايه، والأصوات بتعلى وتعلى وتعلى. ومنهم أم أحمد بتجهز سندوتشات جبنة مربى بيض مسلوق، وهي بتقطع العيش وبتدعي يا رب احفظهم من كل سوء. وطفل تاني يقوم من النوم يعيط مش عايز يروح، تقول له أمه هو انت عايز تفضل صغير على طول؟ المدرسة هتخليك تبقى راجل. ودي بتكون يا جماعة كل بيت وكل قصة، وكل بيت فيه طفل رايح المدرسة لأول مرة. والأب هنا بيقول لها انت بتحضري لإيه؟ انت محسساني ان ابنك رايح طب ومحسساني ان ابنك رايح حتة كبيرة. تقول لأ، ابني مش رايح كلية طب، بس ابني بيخطي أول خطوة في عمره، وأول حاجة بيخطيها لازم يكون حاجة كبيرة، ولازم أفرح بيه، ولازم أخليه هو كمان يحس إن دي أول خطوة في أول بداية في حياته وفي عمره كلها، بداية التعليم. الأم هنا بتقول لابنها يلا يا حبيبي وأنا كمان اللي هشيلك شنطة المدرسة. كل الأمهات بتحب أول يوم وهي رايحة تشيل شنطة المدرسة لابنها، خصوصا مش عايزة تحملهم المسؤولية، مش عايزاهم يشيلوا الشنطة، هي لسه خايفة على ابنها من الشيل وتحميل كل حاجة. فبتشيل الشنطة وتمسكه في ايد، والشوارع بتبقى مليانة ألوان، شنط حمراء على زرقاء على خضراء على سودة، وأم ماشية ماسكة ابنها بإيديها وبتدعي في قلبها يا رب ياخد بإيده ويصون خطواته. أم تانية تبص على ابنها وتفتكر يوم ما هي دخلت المدرسة زمان، نفس الشارع ونفس البوابة. واحدة من العيال بيضحك ويقول أنا هبقى دكتور، وأم تسقف له وتقول له يا حبيبي إن شاء الله. الزحمة عند الباب، أصوات بكاء وضحك في نفس الوقت. أم قاعدة تهزر مع ابنها خلي بالك ما تاكلش الطباشير، والولد يضحك بس عينه من جوه مليانة دموع. وأم تانية تقف من بعيد مش قادرة تسيب البوابة وتقف كأنها مربوطة هناك. في أم كبيرة في السن بتدخل حافدها بدل أمه وتقول دي أمانة عندي يا ولدي، ما تخافيش أنا هبقى في ظهرك.
ويخش المدرسة، المعلمة تقول لأطفال اللي يعرف يكتب اسمه يرفع ايده. نص الفصل بيرفع ايده والنص التاني بيبص بخجل. طفل يضحك، واحد بيعيط، واحد يقول انا عايز ماما. بره المدرسة الأمهات يعيني في قهر في حاجة، يعني زعلانين على أولادهم، وكل أم بتواسي التانية. قاعدين قدام البوابة مش عارفين يروحوا، لأنهم لو روحوا هيحسوا إن البيوت فضاء مهما كان الطفل بيزعج الأم. بس في اللحظة دي الأم بتحس إن البيت فدي عليها، بتحس كل حاجة مش زي الأول. ده صوت ابنها في البيت، صوت النعمة. الأمهات قاعدة برا يا عيني مش عارفين يعملوا ايه. واحدة تقول للتانية أنا حاسة إن قلبي اتشل من مكانه، والتانية ترد أنا طول الليل ما نمتش، خايفة ينسى ياكل السندوتشات. أم بترجع بيتها تحس بالهدوء لأول مرة، لكن مش راحة ولا فراغ يا جماعة. بتبص على الكرسي اللي كان ابنها بيقعد عليه، تحس إن ايه فاضي جدا. تتذكر أول يوم ليها في المدرسة وصوت الجرس وريحة الطباشير، تبتسم وتقول الزمن بيعيد نفسه يا جماعة، والزمن فعلا بيرجع وبيعيد نفسه تاني. الأطفال يخرجوا ويجروا على الأمهات، واحد يقول ماما أنا رسمت الشمس، واحدة تانية تقول يا ماما أنا عندي صحاب جداد. أم تبكي وهي شايلة ابنها، الحمد لله رجعتلي بالسلامة. الأم بتيجي بالليل وهي بتجهز الشنطة لتاني يوم، بتقول المدرسة يا جماعة مش بس مكان للتعليم، دي بداية حياة جديدة لولادنا وبداية صبر جديد لقلوبنا. صوت داخلها ختامي. أول يوم مدرسة هو درس الحياة، دروس للأم ودروس للأولاد قبل ما يكون درس للأم قبل أي حد. وبكده نكون وصلنا نهاية قصتنا. أول يوم مدرسة مش مجرد بداية لأطفالنا، لكن كمان بداية جديدة للأمهات والبيوت اللي بتعيش المشاعر دي. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة، واستنوني بقصة جديدة من حكايات أم العيال. ما تنسوش كمان تكتبوا لي كومنت حلو منكم علشان القناة تكبر بيكم ونكبر كده مع بعض. كمان صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، انا عايزه الكومنتات تتفجر بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكده يكون الختام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.